السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد، وهنتكلم النهارده مع بعض عن كل الأخبار وآخر صفقات الزمالك اللي انضمت النهارده كان أحمد بالجاح. وهنتكلم مع بعض عن كل التفاصيل وكل العروض اللي رفضها محمد الشناوي. بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل كل ده يا ريت تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بقى نخش على الفيديو. نبدأ كده على طول بالنادي الأهلي، ونبدأ على طول بمحمد الشناوي خلال شهر يناير الحالي جاله أكتر من عرض، والعروض المبالغ بتاعتها اعلى من المبلغ اللي هو بياخده في النادي الاهلي. الشناوي طبعا بكل احترام رفض كل العروض وفضل النادي الاهلي، وفضل اللي هو يلعب في النادي الاهلي وينهي مسيرته داخل النادي الاهلي. محمد الشناوي كان جاله عرض من نادي النصر السعودي بمبلغ كويس، تمام، اعاره 6 شهور او لنهايه الموسم بتاع الدوري السعودي. محمد الشناوي بكل احترام رفض وفضل اللي هو يقعد في النادي الاهلي. واكد كمان محمد الشناوي اللي هو مستمر مع النادي الاهلي لنهايه الاعتزال، ولو فضل يرحل هيبقى دي نهايه مسيرته. بمعنى لو محمد الشناوي الاهلي استغنى عنه هيعتزل خلاص. هو اكد بشكل رسمي اللي هو هيستمر مع النادي الاهلي لحد ما الاهلي يقول له كفايه، او لحد اما هو يعتزل. وانا بقى عاوز اقول لك كما انت عظيم يا شناوي، وشكرا يا شناوي. تعالى بقى كده لاحمد قندوسي. هل احمد قندوسي هيلعب اول ماتش ليه في كاس العالم مع الاهلي يوم الاربعاء؟ لا، بشكل رسمي مش هيلعب، زي ما احنا قلنا امبارح اللي هو مع المنتخب الجزائري وبيتمرن وفي معسكر. والاهلي فضل اللي هو يسيبه مع المنتخب لحد نهايه المعسكر، ولما المعسكر ينتهي اللاعب هيرجع للنادي الاهلي وهيشارك في التدريبات مع النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا. والاهلي النهارده ضرب بشكل طبيعي جدا، وكان في برضك امطار وسيول جامد جدا في المغرب. فربنا معاكم يا ابطال، وان شاء الله تكسروا رقم جديد وتحققوا اعلى حاجه في البطوله، سواء كانت ان شاء الله تجيبوا البطوله او تجيبوا حتى مركز ثاني، احنا راضيين. اهم حاجه اللي احنا ما نفرطش في البطوله. احنا عارفين ان هي بطوله صعبه وهتواجه فرق قويه جدا، لكن ان شاء الله الاهلي قدها. تعالوا بقى كده للحاجه الثانيه، وهي ان كولر استبعد الثلاثي اللي هم ايمن اشرف وبرونو سافيو ومحمد الضوي الشهير بكريستو. ليه استبعدهم؟ طبعا كولر فضل اللي هم يبعدوا شويه عن الماتشات دي. طب انت دلوقتي انت استبعدت برونو سافيو ليه؟ برونو سافيو كان ممكن يعمل معاك شغل في البطوله دي، وهو اصلا كان جاي ومتحمس جدا للبطوله دي. ايمن اشرف كان ممكن تسيبه معاك، لا قدر الله كان ممكن يحصل اصابه لعلي معلول او في مشكله تحصل في الدفاع، فكان ايمن اشرف لازم يكون متواجد حتى في القائمه. طب كريستو انت استبعدته ليه؟ احنا عارفين اللي هو لعيب صغير وصعب يلعب في المباريات دي، هتبقى مباريات كبيره عليه. واحنا عاوزين كريستو يكون متواجد حتى ينزل على الاقل كده 10 دقائق في كل ماتش، كان ممكن يغير لك الدنيا. لكن كولر وجهة نظره طبعا وتحترم، مدرب كبير يقدر اللي هو ينزل اللعيبه في اي وقت ويلعب باللعيبه اللي هو عاوزها في اي وقت. لكن انا كنت بفضل الثلاثي دول بالذات يكونوا موجودين في القائمه. كنت انت ممكن مثلا تستبعد محمد فخري، محمد مغربي، الناس دي. فبالتوفيق لمستر كولر، وبالتوفيق للاعيبه اللي هتلعب ايا كان هم مين، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله نكون احنا ابطال البطوله دي. تعالوا كنا نتكلم شويه عن نادي الزمالك، ونبدا بموضوع احمد بالحاج. احمد بالحاج بيلعب حاليا في نادي اسوان، الجنسيه بتاعته مغربي. احمد بالحاج نادي الزمالك قرر اللي هو يتعاقد معاه 6 شهور او لنهايه الموسم بنيه البيع، تمام. فهو بعت عرض رسمي لنادي اسوان. انا هحكي لكم بقى الحكايه من اولها. بعت عرض رسمي لنادي اسوان، قال له احنا عاوزين احمد بالحاج لنهايه الموسم وبنيه البيع. اسوان قالت له تمام. هتدفع كام يا زمالك؟ الزمالك قرر اللي هو هيدفع 3 مليون اعاره و9 مليون جنيه في حال لو الزمالك فعل البند شراء واشتراء. نادي اسوان قال له لا، انت هتدفع 5 اعاره و10 في حال لو تم الشراء. طبعا كان الموضوع اتوقف شويه ما بين ده وده، والزمالك مش موافق على السعر واسوان مش موافق على السعر، فاستقر الموقف على 4 مليون جنيه اعاره لنهايه الموسم. وفي حال الزمالك عاوز يشتري اللعيب هيدفع 10 مليون جنيه. اسوان وافقت والزمالك وافق، واللعيب خلاص بشكل رسمي وقع وهيكون متواجد مع الفريق غدا او بالكتير قوي بعد الغد. ودي 3 صفقات بعد ناصر منسي. خلاص الزمالك هينهي تقريبا يناير، لا اما بالصفقتين دول او هيكون في صفقه ثالثه النهارده اللي هو 31 في حال طبعا نزول الفيديو. هيكون في اخر صفقه او الزمالك هينهي الموسم باللاعبين دول. تعالوا بقى كده نتكلم شويه على امام عاشور. امام عاشور طبعا نادي الزمالك اتكلم معاه، او المستشار مرتضى منصور اتكلم معاه امبارح بعد مباراه الزمالك امام فيوتشر، وقال له انت عاوز تقعد في الزمالك ولا عاوز تمشي؟ لو هتقعد في الزمالك هنعمل لك عقد جديد بنفس سعر زيزو. طبعا امام عاشور امبارح كان
باين عليه اللي هو مش موافق وعاوز يمشي. فالمستشار مرتضى منصور اداله مهله 24 ساعه يفكر فيهم، لا اما هيقعد في الزمالك ويكمل مع نادي الزمالك، لا اما هيرحل. وخلاص زي ما احنا قلنا امبارح اللي السعر هيبقى 3 مليون دولار بما يعادل 105 مليون جنيه مصري. طبعا خلال الساعات القادمه هي اللي هتحسم امام عاشور هيقعد او هيمشي، على حسب بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي في نادي الزمالك. خلاص لو قعد هيجدد مع نادي الزمالك، خلاص نادي الزمالك اعلن لو هو قعد نادي الزمالك هيعمل له عقد محترم بسعر زي بتاع احمد السيد زيزو. بالتوفيق لامام عاشور وبالتوفيق ايضا لنادي الزمالك. وبس كده وبكده كنا وصلنا لنهايه الفيديو. انتظروا منه فيديو ان شاء الله بكره بخصوص الصفقات اللي حصلت في الدوري المصري لكل فريق. وانا اسف على نزول الفيديو متاخر، وان شاء الله بعد كده هننزله بدري شويه. وبس كده، شكرا، مع السلامه.